سوريا قبل التخلف. حشود غاضبة تهتف في الشوارع، ترفع أعلام الثورة، وجوه مشرقة بالأمل والتصميم، هتفوا للحرية، للكرامة، للعدالة، أسقطوا رموز الطغيان، وتوهموا أنهم بذلك قد امتلكوا مصيرهم بأيديهم. تظهر رايات سوداء ترفرف فوق مبان مدمرة. مسلحون ملثمون يجوبون الشوارع، يحملون أسلحة حديثة. أصوات تكبير تتعالى في الخلفية، لكنها تبدو جوفاء، مخيفة. لكن سرعان ما وجدوا أنفسهم في دهاليز استبداد آخر، يرتدي عباءة الدين، ويتلحف بشعارات الجهاد الطهرانية. قيد جديد التف حول أعناقهم باسم الشرع والخلافة والإمارة. صورة للجولاني، نظرة حادة، محاط بمقاتلين. مشهد لمكتب الحسبة، رجال بلحة طويلة، يفتشون المارة بوحشية. كتاب مغلق بسلاسل، رمز لتقييد الفكر. نساء منقبات بالكامل، يسيرن بخوف وصمت. محكمة شرعية، قاض متجهم يصدر أحكاما قاسية. قيادات جديدة حلت محل الطاغية، لكنها استبدلت صورته بفتاوى مقاتلة. أجهزة مخابرات النظام استبدلت بمكاتب الحسبة التي تزرع الرعب في القلوب. حرية الفكر قيدت بسلاسل العقيدة الضيقة، وأصبح الاختلاف جريمة تستحق أشد العقاب. تظهر نظرات حائرة، خائفة، مستسلمة. بعضهم يتحدثون بصوت خفيض عن الظلم والقهر. ظنوا أنهم تحرروا من عبودية الأسد، لكنهم وقعوا في براثن عبودية أشد فتكا، تستهدف العقول والقلوب. فكر يرى في الحرية زندقة، وفي الديمقراطية كفرا، وفي الاختلاف فتنة تستوجب القتل. تظهر يد تحاول كسر سلسلة، لكنها تجد سلسلة أخرى أغلظ وأقوى تلتف حولها. إنها عبودية جديدة، ولكن بلباس قديم. عبودية لا تقل خطرا عن الأولى، لأنها تضرب في جذور الوعي، وتقنع الضحية بأن قيده هو عين التقوى، وأن استسلامه هو سبيل النجاة. علم سوريا القديم يرفرف بحزن في مهب الريح. إلى متى سيظل الشعب السوري يدور في حلقة مفرغة من الاستبداد؟ متى سيشرق فجر الحرية الحقيقية على أرضه؟